السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن النهاردة نتكلم عن الموضوع والمشكلة اللي حصل عندنا بالسودان. المباراة اللي كان في ملعب الجوهرة السوداء بأم درمان، أنا زعلان جدا جدا من أم درمان ومن أبو درمان نفسه ودرمان. أنا لو أشتكي لأبو درمان من اللي عملته أم درمان هيطلقها. الولد درمان ابنهم مش راضي باللي حصل. اللي حصل ده كله مش راضي عليه لا درمان ولا أبو درمان. ليش تعملي كده يا أم درمان؟ إحنا شعب واحد، شعب مصر والسودان شعب واحد، نتكلم لغة واحد، نعيش في وطن واحد وعلى نيل واحد، نشرب مية واحد. ليه يعملوا كده في لعيبة بتاع الأهلي؟ لعيبة دي تقول إحنا اتأذينا كتير وإن إحنا تعبنا كتير، ويعملوا معاهم مشاكل كتير. إحنا واحد وإنتوا واحد، وإحنا نشيلكوا على راسنا لما إنتوا تيجوا عندنا في مصر. لما إنت تيجوا عندنا في مصر نشيلكوا على راسنا. ليه يا زول تعمل كده مع الزول المصري صديقك وأخوك وشقيقك؟ ده شقيقك. الزول المصري شقيق الزول السوداني. أرجوكوا يا أهل السودان تحبوا شعب مصري زي شعب مصر ما بيحبك أنت، وقولوا إحنا نعتذر للشعب المصري ونعتذر للنادي الأهلي. يلا بسرعة قبل إحنا ما نروح نشتكيكوا في الفيفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.